ايضا خلطت عليها الامتحانات. الى اين كليه الاداب بمنوبه؟ نشوفوا التقرير ونستقبلوا ضيافنا. قرار الاتحاد العام لطلبة تونس بمقاطعة الامتحانات اللي كان من المفروض انها باش تنطلق البارح في كلية الاداب بمنوبة احتجاجا على عدم تطبيق المنشور الوزاري القاضي بالتخفيف من الامتحانات على المستوى الشهادة الوطنية للإجازة. اتفاعل المجلس العلمي للكلية بقرار إلغاء دورة جانفي للامتحانات وغلق الكلية إلى حين إصدار تراتيب أمنية. وين أكد عميد الكلية الحبيب الكوزدغلي أنه مع انطلاق الامتحانات البارح عدد من طلبة الاتحاد قاموا بغلق باب الكلية. سكرنا الباب، أما مش من أجل تسكير الباب، من أجل تطبيق منشور جاي من الوزارة. من جانبهم الطلبة استنكروا اللي صار وطالبوا إدارة الجامعة بالحسم في المسألة وفق القانون، بما أن الواقعة تعتبر عملية عرقلة للعملية التعليمية والإدارية. المتضررين فيهم الكل هم الطلبة، وماذا بينا يشوفوا لنا حل وكهو. مش معقول يعني يسكرونا الفاك ونقعدوا ما نقراوش وبريود اكزامانات الناس الكل تعدي واحنا ما نعديوش. العميد يتحمل مسؤوليته وقال يتدخل الامن، احنا ضد انه يتدخل الامن الجامعي، احنا طلبة، هو يتحمل مسؤوليته وهو يحل لنا المشكلة. من جانب الاتحاد العام لطلبة تونس تشبث بمواصلة الإضراب إلى حين تطبيق المنشور. احنا رانا ما طلبنا حتى شيء، تطبيق منشور والمنشور وزاري. علاش كان في فاك منوبة ما يطبقش؟ عليه في 9 افريل تطبق عادي، لهنا ما تطبقش. كلية منوبة مرة أخرى تكون مسرح للأحداث والتجاذبات وين يختلف الفاعلين لكن النتيجة واحدة، والمرة هذه الأزمة بين العميد والاتحاد العام لطلبة تونس واللي تداعياتها كيف العادة تمس بصفة مباشرة الطلبة اللي متخوفين على مصير السنة الجامعية. ونوار الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، مرحبا بك. مرحبا بك كل المشاهدين. يعيشك. نجم الدين الفالحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للطلبة، مرحبا بك. سي نجم الدين. سي محمد الغنودي المسؤول عن شباب النهضة بالجامعة. نبدا بك وائل، اللي انتم معنيين ظهر لي في الاضراب اللي متبني له واللي واقفين وراه. الى متى وائل نوار دروس معطله ونكملوا نخلطوا عليها امتحانات نمنعوها؟ نحن أول حاجة نشكركم على الاستضافة، لأنه على خلاف ذلك بعض قنوات الإعلام استضافت عميد كلية وحده وأعطت وجهة نظر نتاع الإدارة برك وغيبت وجهة نظر الطلب. هاك علاش يلزمنا نوضحوا بعض حاجات تقالت في التلفز وتقالت في الإذاعات وتقالت في الجرايد. تقال اللي نحن منعنا طلبة أنهم يعديوا بالعنف وبالسلاسل. تقال اللي نحن رافضين أي حل، وتقالت برشا حاجات اخرى. اول حاجه نحب نقولوا راهو الاضراب في منوبه متواصل عنده شهرين، ما جاش نهار الامتحانات، راهو شهرين قبل الامتحانات، ومطلب وحيد وبسيط وهو تفعيل المنشور القاضي بالتخفيف من الامتحانات. شفنا هذه واستضفنا وقتها. مطلبنا هو سي الحبيب. اي مطلبنا هو سي الحبيب ماذا بينا كان جاي معنا اليوم معناها استضفنا اللي فاتت بحضور زاد ممثل الطلبه في منوبه. حبيت نقول نحن المطلب الوحيد هو تطبيق القانون وتطبيق المنشور هذا لا اكثر لا اقل. قربت الامتحانات، العميد طيلة شهرين ما نجمنا نعمل معه حتى جلسة تفاوض، كل ما نكلموه في فرنسا يعزف عائلة اللي ماتوا الارهابيين، من بعد عنده سوتونوس، ومن بعد عنده ما نعرفش درا شنو، والتفاوض حبس. عملنا جلسة تفاوض مع الوزارة وصلنا فيها الحل، والوزارة هبطت بلاغ هنا موجود في السيت نتاعها. النقطة الخامسة التدخل لدى كلية لتفعيل القانون المتعلق بتخفيف الامتحانات. ليلة الامتحانات نمشي نقابل السيد الحبيب الكوزدغلي نقول له سي الحبيب يا اخي ايش بيه ما هبطتش لافيشاج نتاع القرعه، ما انا متفاهمين على تطبيق المنشور. يجي سي الحبيب يقول لا راني ما نطبقش المنشور ومانيش ما هبطتش. باش توضح اكثر للساده المشاهدين، وائل انتم مطالبكم في انه يقولوا لكم شنو هو الماتير اللي باش اللي باش تعديوا عليها، يعني من غير ما يدخل الطالب يعمل قرعه، انتم ما تحبوش تراجعوا الماتير الكل. نحن مطلبنا سي برهان تطبيق القانون، فما منشور هذا مش كل باش توضح الناس مش الكل راهي فاهم شنو الحكايه. فما منشور يقول أن صادر بتاريخ 15 ديسمبر 2015 حول تنظيم الامتحانات، يقول عند اقتصار اختبار الامتحانات النهائية على بعض العناصر في وحدة يتولى عميد المؤسسة أو مديرها إعلام الطلبة أسبوعا على الأكثر قبل تاريخ الاختبار بالعنصر أو العناصر المعنية حسب ما أقرته الهيئات العلمية والبيداغوجية. يعني المجلس العلمي عنده الحق يختار ما بين نهار 2
3 وصولا حتى الاسبوع باش يقول للطلبه شنو هي الماتيريال اللي تهبط. فما 318,000 طالب يتفرجوا فيا توا يعرفوا على شنو نتحدث. ناخذوا مثلا العربيه فما ادب، فيها شعر، فيها مسرح، فيها روايه، فما لونجلي فيه نفس الماده مثلا ليتراتور، فيها الدراما، فيها النوفل، فيها بوتري. هذوما معناها برشا قرايه دي رومان ومعناها واشعار ومسرحيات يقراوهم. العميد قال هذا يؤدي للفونسيشي لو كور. مش صحيح. كي تهبط انت الماتيريال لا وصل لي فسر لي في التفسير عن طريق المثال هذا. انتم باش توليوا تحبوا؟ انا نفسر لك. احنا نوليو نحبوا الطلبه بالطبيعه باش تحضر ماتيريالات الكل. وقبل 48 ساعه نحن مقترحنا مش اسبوع كما قالت الوزاره. نحن بس بالنسبه للوزاره معناها اقل من اللي طرحته الوزاره. قبل 48 ساعه يقولوا للطالب راه مفتاح لك دراما ولا بوتري ولا نوفل ولا غيره. هذا ما يمنعوش باش يحضر في الليكور نتاعو الكل، وهذا ما يمنعوش من انه يحضر فيهم الكل، لكن من بعد في الاخر يركز على الماتيريال واحده. سامحني سي برهان، انا كنت حاضر نهار مقاطعه الامتحانات. نحن الاتحاد العام طلبه تونس وهو ولاد كليه ويعرف الاتحاد العام طلبه تونس اكثريته بنات. المكتب الفيدرالي فيه 13 عضو وولدوا البقيه الكل بنات. اعضاء المجلس العلمي نتاعنا 3 بنات. السنتور نتاع الاتحاد بكلها اون ترونتين نتاع بنات ومعاهم سنتور نتاع طلبه. هذوما نجموا يمنعوا 2500 بالعنف من اقتحام الكليه. السيد العميد اللي قال فكرنا خلينا نوضحها ونقول السيد العميد الحبيب الكوزدغلي قيمه اكاديميه ثابته، انسان مناضل حقوقي نحترموه من اروع الاساتذه وفخر الجامعه التونسيه، لكن اليوم باش نوجه له الحديث كمسؤول يمثل الاداره كعميد وليس كاستاذ او كحقوقي. السيد العميد ليس ديمقراطي، السيد العميد يحب يعمل كان في راسه، السيد العميد ما يحبش يطبق القانون وما يحبش يتشاور مع ممثلي الطلبه. سامحني حاجه برك، السيد العميد استاذ هؤلاء نتحدى اي استاذ، ها بين المجلس العلمي سي بوران نتحدى اي استاذ يقول راهو عنفناه. بين المجلس العلمي هذا مهزله في تاريخ الجامعه التونسيه، مهزله. لا اغزر النقاط نتاعو. عودة البوليس، إلغاء الدورة الرئيسية للسداسي الأول، معناها عمل لنا شوهة على نهار مقاطعة الامتحان ومشى ألغى دورة كاملة نتاع امتحانات باش الطلبة ما تعديش. لم يغلق باب الكلية، والدليل أنه المجلس العلمي هذا وين صار؟ أقرأ المقدمة، المجلس العلمي المجتمع بالكلية، هذا صار في الكلية. أنا شربت قهوة الصباح في البيفات، براو شوفوا البيفات قداش دخلت نهار فما مشكلة مسكر بالمشكلة. السيد العميد بعث عادل المنفذ، جا وعاين، برا شوفوا التقرير نتاعو. قال الباب الكبير نتاع الكراهب مسكر بسلسله والباب الصغير نتاع الاداره راهو محلول، لكن واقفين فيه طلبه. خلينا نرجع بيك المشكله من نوع اخر. ودليل وجود الطلبه من اجسام تنظيميه مختلفه. انتم باي معنى بعد هذاك حقك في انك تحكي في الحكايه هذه، لكن هم طلبه في نهايه الامر. يعني فما ناس يقول لكم الاضراب هذا هو اضراب فئوي داعي له مجموعه ما تمثلش الطلبه الكل. اللي داعين للاضراب طلبه منتخبين خطوا ضدهم الانتخابات وخسرتوا وربحوا هما في الانتخابات. خلينا نفهم عموم الطلبه. خلينا نفهم قاعده تصير. نرجع لك وين؟ نرجع لك يا استاذ برهان. ساعة نجم الدين تفضل. شكرا مشكور على موقف ساعة اللي جيت واضح نوضح لك كل شيء ونحب ان نوضح مشكور على الاضافه. وثم حاجه لازمنا نوضحوها ساعة. نحيوا الطلبه التوانسه الكل اللي قاعدين يعدوا في الامتحانات وفي الجمهوريه الكل، وربي يوفقهم ان شاء الله في الامتحانات نتاعهم. وراهو ماذا بينا ما نحافوش بالكلام، ما نحبش شويه النواري يدخل في الشيء هذا ويبدا يتيك في الناس، لانه انا نحكي مع الطلبه ونحكي مع طلبه اداب منوب ونحكي مع الطلبه نتاع الجامعه الكل. والاصل فيه كي نحكي مع الطلبه بصفتي طالب ماجستير، فهمتني، كي نحكي مع الطلبه الاصل فيه ما يتهمنيش ولا هو حتى صفه الطالب ما يحملهاش، بالتالي خلينا في حوار راقي وخلينا نعرفوا نتكلموا. اليوم يا سي برهان ما غير تنظيرات وما غير كلام زايد وما غير برشا حاجات وهميه. من هو المتضرر؟ المتضرر هما طلبه كليه الادب بمنوبه. اليوم التعليم العالي مضروب في العمق نتاعو في تونس. اليوم طلبه كليه الادب بمنوبه اليوم الكليه مغلقه، ما ثماش امتحانات في كليه الاداب منوبه، حاله طوارئ في البلاد هذه، حاله طوارئ في الكليه هذه. هذا وضع خطير وخطير جدا، لابد ان نطرقوا له من غير ما نبدو نمشوا منا ومنا. اليوم الناس اللي باعثينهم الاولياء نتاعهم باش يقروا واللي باعثينهم صحيح مسؤوليه شكون نحكي معاك؟ مانيش نحكي لهنا باش نمس الاضراب. لابد الاضراب هذا حق نقابي، الاضراب هذا حق نقابي، وانا لابد نوجه مجموعه من الرسائل. وانا اليوم نتاسف ونحشم على روحي كيف نبدا نحكي على ادبيات العمل النقابي. الاضراب اليوم عنده ناسه، والاضراب اليوم اضراب هذا حق
للناس الكل، والنقابات من دورها تعمل اضرابات، لكن جميل وجميل جدا لو انه نعملوا اضراب وابواب الكليه حتى باب الكرهب مفتوح. قال لك مش احنا سكرناه. يا سي برهان نعرف الكليه انا ولد منوب، انا نعرف ولد منوب. باب الكرهب هذايا سامحني، باب الكرهب هذايا مسكر كان نهار الامتحانات، وهذا ما يسالش، ما عندناش حتى مشكل، ما عندناش حتى اليوم انا نحب نقول لك صوره، يعني شكون سكر؟ نقول يا سي خليفه، نقول لك صوره، انا ما وجدته لم ارى شيء وانا مانيش لهنا باش نتهم العباد. اليوم اسمع سامح لي سي خليفه، سي خليفه نحب نوضح لك حاجه، اليوم انا لهنا مانيش باش نتهم العباد، ومن ادبيات العمل النقابي ان النقابيين يحترموا بعضهم، هذاك علاش انا وجهت رساله للوالد، وما نمشيش نقولوا سكرت ولا عملت، فقط الابواب مسكره مغلقه بالسلاسل، والصور موجوده، من غير ما ندخلوا في هذا، وطلبه كليه الاداب يعرفوا بالالف. يا ويل انت جبت السلسله وسكرت الباب ولا شنو؟ يا سي برهان نكملوا فما سلسله محطوطه على الباب بعضنا نتاع الكراهب اللي هو مسكر بطبعه، سلسله رمزيه نوجه مجموعه من الرسائل اللي مهمه طبق المنشور. راهم يا سي برهان بالله افهمونا، راهو الاعلام والتلفزه والناس اللي توجه في الراي العام، راهم الطلبه التوانسه اللي يتفرجوا في التلفزه توا حاجتهم بشنو باش يصير في كليه الاداب. السؤال اللي يحمل 90% او 90% من الاسئله نتاع الطلبه وقتاش نرجعوا نقراو، وقتاش نرجعوا نعديو. اليوم التعليم العالي في تونس ضرب في الجوهر نتاعو، راهو اليوم المشكله نتاع الطراج والصور ضربت لنا شهرين اضراب، وما معناه مشكله اصلاح التعليم العالي باش ضرب لنا 5 سنين. ما فهمتكش انت مع الاضراب ولا ضده؟ انا فهمتك اليوم الاتحاد العام للطلبه شنو؟ الاتحاد العام التونسي للطلبه اليوم مع انه الطلبه ياخذوا حقوقهم، لا هذا كلام عام في اضراب منوبه، مع اضراب منوبه ولا ضده؟ مع اداب منوبه، وانه نحلوا البيبان، واذا كان عندنا اضراب او عندنا مشكله نخليوا الباب محلول، ندعيوا الطلبه ونقولوا لهم هاو انا مع هذا وهذا، الطلب اللي يدخل مرحبا به، اللي ما يدخلش مرحبا به، لانه النقابي صحيح. لا سامحني رساله لحبيبك الزدغلي عميد كليه الاداب منوبه، لابد نوجه له رساله. اليوم هو من الناس المتسبين في الشيء هذا، لانه نحن 4 سنين نمشي لحبيب الكزدغلي عميد الكليه ونقول له راهو الاتحاد العام التونسي للطلبه رجع على الساحه الجامعيه، تشارك معنا كطرف نقابي موجود في الجامعه، رانا من الطلبه وفي الطلبه، يقولنا لا انا مانيش مستعرف بكم، وانا مستعرف بطرف واحد. اليوم الطرف واحد اللي بقى مستعرف به لحبيب الكزدغلي يتعارك هو وياه. اليوم بالتالي الاطراف اللي تصلح في الجامعه والاطراف اللي تطرح في المشاريع والبرامج تقصى، بالتالي لابد ان نعالجوه. خلينا نشوف التنظيم السياسي اللي هو شباب النهضه بالجامعه. محمد الغنودي، انت من طلبه كليه الاداب منوبه، شنو هي رؤيتكم في المساله هذه، واذا كان انتم تمثلوا بالفعل ثقل داخل الحقل الطلابي اساسا في جزء منوبه، هاي الامور فالته على الجميع، الاتحاد العام طلب تونس قرر ما فما اضراب، اذا فما اضراب، امتحانات سكرت وكذا. نعم، نحن في البدايه نشكرك على الاستضافه، وهذه اشاره باهيه للعمل الجامعي والعمل الطلابي، انه القنوات الاعلاميه والمتابعين للحقل الطلابي عموما يراوا المكونات النقابيه ويراوا كذلك الفصائل السياسيه مفتوحه في اي وقت. نعم. يعني من وهذه تقاليد الجامعه التونسيه، تقاليد الجامعه التونسيه فيها الاحزاب السياسيه وفيها الفصائل الطلابيه اللي تعبر على رأيها وتعبر على مواقفها. نحن بكل اختصار انا تمنيت حقيقه في البلاتو نتاع اليوم نرى طلبه كليه الاداب منوبه. انا طالب بكليه الاداب منوبه ونقراه في كليه الاداب منوبه ونعرفوا التحديات الحقيقيه اللي يعانيها الطالب في كليه الاداب منوبه. ونحن حقيقه ما نحبوش نراو انه الموضوع خذ اكثر من اللي يستحق، نحن كنا نتبعوا في الموضوع من البدايه وعودنا ديما طلبه الاتحاد عام طلبه تونس اللي حقيقه احيانا نحن نحبوا نوجهوا له رساله نتاع نصح ورساله نتاع من اجل مصلحه الجامعه التونسيه، وان الاتحاد عام طلبه تونس اليوم للاسف نراو مجموعه من طلبه الجبهه الشعبيه وهما الاكثر تاثير فيه، وللاسف نراهم يخدموا في اجنداتهم الحزبيه اللي تكون على حساب مصلحه الطلبه التونسي واللي تكون انا مش نثبت لك نحن نعرف بعضنا مليح في الجامعه التونسيه، ولعله النوار مش ولد كليه الاداب منوبه لانه تقريبا جاي يخش في المحطات اللي تغلق فيها ابواب الكليه، نحن نقراو فيها ونعرفها ابنائها ونعرف المكونات السياسيه الموجوده في الجامعه التونسيه، شباب النهضه بالجامعه موجود، اتحاد الشباب الشيوعي موجود، الوطنيين الديمقراطيين موجودين، طلبة نداء تونس موجودين، نحن تعرف شو نقولوا التورين نتاع سي خليفه قبل ما ولا معاش الله اعلم تويك يظل لي ما عادش موجودين تويك الساحه تغيرت تعرف خليفه في الجامعه كيفاه تو حق نسالك علاش ما نظم الكل جوج كيفاه علاش ما تعرف شو حصل لانه حصل نفس الوضعيه كي كلمتني انت البارح، الوحيدين اللي كلموني قالوا راهو عندكم بلاتو، قلت له عندنا بلاتو، قال رانا يهمنا ان نشارك. نعم هكا بالضبط صدقني. 14 طرف باش ياخذوا وانا في تقديري مرحبا بهم مرحبا بهم خلي تجي كلها على بعضها. اي وهذه دور الاعلام وهذه الساحه الطلابيه جوهر الموضوع. انا في تقديري نحن موقفنا الاساسي مع تكوين الطالب،
ومع عمق التكوين نتاعو، ومستقبل الطالب البيداغوجي ومستقبل المعرفي لازم يكون في قوه تحصيله الاكاديمي. ولذلك انا نقول اليوم الراي، وانا من هذا المكان نحيي اطار التدريس بكليه الاداب بنوب اللي هو اطار عالي، ودكاترته واساتذته يشرفوا تونس كلها، وخريجي كليه الاداب منوب اليوم نلقاهم في الصداره في بلادنا وفي كل مؤسساتنا التعليميه ومؤسساتنا البيداغوجيه. لذلك الراي المشي فيه قسم العربيه ولا حتى قسم الانجليزيه ولا كل اقسام المكونه للكليه، انا في تقديري الراي هو راي صعب، والمصلحه منه الاساسيه هي مصلحه الطالب التونسي. وفي البدايه كان ثم حوار الاسبوع الاول والاسبوع الثاني نحن كنا نتبعه، لكن للاسف انا نقول وانه الاخوه منظلي وانا نعرف منهم كثير ونتواصل معهم يوميا ونتفاعل مع بعضنا يوميا، للاسف ثم تطرف في الطرح هذا، وثم تطرف في الذهاب بالكليه الى منتهيات غير معلومه. اليوم كليه الاداب منوب اليوم تمنع في انجاز الامتحانات، والاصل في الاشياء الضربات تكون بطواعيه من الطلبه، واللي عنده اطروحه قويه واللي عنده راي قوي يخلي الطلبه تنسجم مع الاضراب نتاعو انسجام طبيعي من غير اكراه. واليوم السلاسل وصد الطلبه بالقوه على عدم دخول الامتحانات، انا في تقديري انا في تقديري عميد الكليه كذلك نحن نوجه له رساله بكل لطف. كليه الاداب بنوبه حتى كي نرجعوا شويه بالذاكره نتاعنا امتين تسكرت في احداث السلفيه، واليوم نلقاوها للاسف تتسكر بدفعه من طلبه الجبهه الشعبيه اللي هم يدزوا في الاتحاد العام طلبه تونس الى اساليب غير معقوله وتدفع بالجامعه التونسيه الحاجه ماشي مرغوبه. النهضه تعمل في السياسه تعليم بسيط قال لك سافا لا يا سي نواف فيق لي يا ويل يا ويل راك حقيقه نحب نعرف هو ثم منشور للسيد الوزير، منشور واضح وصريح، نحب نعرف موقفكم كاطراف منه. المنشور لا هو المنشور هذا مش واضح الموقف ولا سي حبيب حكى عليه هو على تاويل وتوجيه شاعتي خاطر سي حبيب باش يكون ضيفنا بعد من نقابه الاساتذه والاتحاد العام لطلبه تونس والوزاره، خاطر هو في الاصل فما مشروع اصلاح التعليم من 2015 ل 2025 في بعض الاستعجالات بعض الحاجات الاستعجاليه في امور تفصيليه بخصوص الباب. في الباب عندك زميلك في الاتحاد العام طلبه تونس يقر انه انتم اللي حطيتوا شكون زميلي في الاتحاد العام طلبه تونس؟ هاو شو ركز معاه في التقرير، ركز معاه شوف معاه 2 سكوند اعطيوني سكرتوا الباب. امبارح سكرنا الباب، اما مش من اجل تسكير الباب، من اجل تطبيق منشور جاي من الوزاره. سكرناه الباب. لا هذاك في رد انت ما سمعتش هذا مناظر من المناظرين في الاتحاد العام لطلبه تونس، وعندي فيديو كامل على الجلسه هذه. هذا حديث خارج هذا فيديو مخرج من اطار، هذا فيديو مخرج من اطار. سامحني خلينا نوضح النقطه هذه، هذا فيديو مخرج من اطار. هذا طالب سالته الطالبه قالت له سكرت الباب بالسلاسل، قال له ما سكرناش الباب بالسلاسل، قالت له مالها انا فما طلبه واقفين في الباب نحن نجيو ندخلوا، قلنا لا يا زميله ما تدخلش على خاطر كان تدخل تو ياخذ السفر وكل شيء، يا اخي هذا يتسمى تسكير، قال لا مش التسكير، قالت له لا راهو فهمتني يا ودي انت منعوك من انك تدخل الساده منهم في الاخر، قال يا سيدي نحن سكرنا الباب مو نطبقوا المشروع. هذا فيديو خارج من اطاره اصلا. انا نحب نقول بعض الحاجات. اول حاجه تشبيهنا بالسلفيه، نحن نحب نقولوا السلفيه وقت اللي هجمت على كليه الاداب منوبه رانا نحن اللي تصدينا عليها. راهو السيد العميد يخرج لبرا وطالع بطل ثوره على وعلى الاحداث هذيك، اما شكون تصدى لهم؟ التصويره سامحني لحظه انت السلفيه وقتها، التصويره اللي فيها واحد من السلفيه صادم بحديده على الطلب، شكون اللي حط راسه؟ السيد العميد حط راسه، اولاد الاتحاد حاطين راسهم. نحن نتقارنوا بالسلفيه، لا نفس الجهه ولا نفس المطالب ولا نفس الخلفيات، ونحن اللي قاعدين نتصداو للراب في الكليه. وقت اللي السلفيه طلعوا باش يهبطوا علم تونس، مش سيد الحبيب الكوزدغلي تشعبط في الحيط باش منعوا، طالبه اللي تشعبطت في الحيط منعوا. انت هذا مشى مع قبل الثوره، انت قضيه عميد يقرر وحادي الجانب. اليوم الطلبه في الجامعه راهم رقم في المعادله، وجب التشاور معهم. حب نوجه رساله للاولياء، ردوا بالكم راهم يغلطوا فيكم، راهم يحبوا ابنائكم يمشيوا يعديوا امتحانات في ظروف ما ينجموش اللي غلط فيهم الاولياء. لا نحكي على المهبطين معناها القرار اللي شادين صحيح في التخفيف من الامتحانات، التخفيف من الامتحانات منشور خذوه يعني الاساتذه المجلس العلمي يغلط في الاولياء. انا بالنسبه لي اللي دافع على تخفيف منشور كيفاش يدافعوا عليه سي خليفه؟ تخفيف منشور تعرف كيفاش يدافعوا عليه؟ نقص الدياسات. علاش؟ على خاطر الاستاذ بنقص كوريكسيون وبنقص اكزامان وبنقص عسام، يدافعوا عليه من الزاويه هذه. اما كي تجي من زاويه القرعه اللي في مصلحه الطالب والاستاذ ما تمسوش وما تنقصوش يولي ما فهمناش منه. نحب نقول للاولياء راهو بالطريقه اللي ولادكم شي يدوبلوا السنه،
واذا كان ما طبقش المنشور ما همش باش ينجحوا. بمقاطعه الامتحانات ولادهم باش يتعداو. الامتحانات شكون منحهم؟ الامتحانات نحن قطعنا الامتحانات، طلبنا مطلبنا واضح، نحن مع اجراء الامتحانات بالطريقه القانونيه التي نص عليها. نقدموا في كلمه الاخرى فماشي حل. فماشي حل. ما نقولكش شنو صار اليوم، انا فماش حل. على كلمه فماش حل، اليوم صار مجلس علمي استثنائي في الوزاره. فيه جانب ابيض وفيه جانب اسود. الجانب الابيض اللي فيه انه السيد العميد والمجلس العلمي نتاعو من بعد ما اقر الغاء الدوره الرئيسيه للامتحانات وعامل حباره كيفاش الاتحاد قطع نهار ومشى الغى دوره كامله. اليوم فرضنا عليه في المجلس العلمي وفرض تحرك الطلبه اللي الصباح مشاو للكليه ودخلوا للكليه ودخلوا لهم فيه، معناها فرضنا عليه انه يتنزل عليها، وانه معناها ما عادش فما الغاء. انا نحب نبشر الطلبه الكل راكم مش تعديوا امتحاناتكم، ما فماش سنه سدس اول ابيض، راهو فما فقط تعليق الامتحانات الى تاريخ لاحق الى حين ايجاد حلول. الجانب الاسود في المجلس التأديب اي ما الجانب الاسود انه مجلس التأديب المجلس استنى نعم الى اجل مازال حتى كنا نلقاو حل، لانه نعملوا حوار نلقاو حل. الحاجات الاخرى يعني تعدى مجلس قرر تعديل اعضاء مكتب فيدرالي الكل على مجلس تأديب اللي هما 13. الكاتب عام جامعه منوبه الاتحاد العام طلبه تونس عدى على مجلس تأديب، كاتب عام قطاع الاداب الاتحاد العام طلبه تونس عدى على مجلس تأديب، زوز اعضاء مكتب تنفيذي على مجلس تأديب ومجموعه من الطلبه. هذا في وقت بن علي وما صار شكاك انه منظمه بقيادات تتعدى الكل على مجلس تأديب تتعدى الكل على محاكمات. واضح مشكور. كلمه الاخرى سيقول الكلمه الاخرى عاد ما يا ولدي ما عادش نخطبوا توا في الاخرى. فقط انا نعتبر انه طلبه كليه الاداب منوبه اليوم هم في ايديهم كل شيء، ولابد ان طلبه كليه الاداب منوبه ياخذوا مواقفهم ويتقدموا ويقولوا نحن اليوم رانا مع قطع مع الرادئه في الكليه نتاعنا. يا سي ابراهيم فقط الاتحاد العام التونسي الاتحاد العام التونسي للطلبه عليكم انتم رادئه يعتبر اسمع نعتبروا لحظه كليه الاداب منوبه فيها 7000 طالب بالتصويت، نحن جايبين 300 صوت واللي جايبين 400 صوت لحظه وبالاوراق وبالبيفيات نعطيك، بالتالي 7000 طالب تحكي عليهم راهم اليوم عندهم اراهم وعندهم اهتماماتهم. باش نجي انا اليوم نسمع دروس ونسمع دعوتك واضحه يا طلبه منوبه خذوا اسمع الادبيات العمل النقابي قاعدين نشوفوا فيها تو ذي حتى العنف الثوري ما حكاش عليه. ما حكيش عليها حتى العنف الثوري ما حكيش عليها. انا في تقديري طلبه كليه الاداب منوبه هم اسياد انفسهم، يلزمهم يكونوا مصطفين ابتداء مع تكوينهم المعرفي مع مستقبلهم البيداغوجي، يحسنوا من تواصلهم في علاقتهم بالاساتذه الجامعيين نتاعهم وصار لهم مستقبل الجامعه التونسيه لا لا كون شيء اي يا ولدكم انتم ضد العميد. بارك الله فيك يا ولدي انت الاجتماع العام يا ولدي وفين الاجتماع العام وفين وين نوار مشكور. تم شخص محكمة وضع لا يعلم النوبة على قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس.